اليوم معانا أحد مكتسبي صحيفة الصدى نيوز سعادة العميد أحمد الزير. يا مرحبا فيك. أهلا وسهلا بالشاعر الحبيب الجميل اللطيف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أول شيء نهنيكم بالتنفيذ رخصة صحيفة صدى. أصلا ما شاء الله صحيفة صدى أثبتت جدارتها وأهميتها، يعني هي الآن باحترافيتها هي اللي تعطي الرخص للصحف الثانية. أول شيء يعني استمعت إلى القصيدة اللي ذكرتها، ما شاء الله تبارك الله، تعتبر قصة تاريخية جميلة لطيفة وطنية. ترى نفس الشيء مو هي بالمناسبة مناسبة تدشين الرخصة، تعتبر وطنية. وأنت ما شاء الله يا أستاذ نايف طبعا هذه القصيدة مغناة موجودة مغناه وغناها ما شاء الله. أصلا من يعرفك من القصايد ما يغني لك صراحة، يعني ما شاء الله في كل المناسبات ناجح في قصائدك. القصائد المغناة ما شاء الله تلقاك من الأوائل. يعني إذا أردتم تعرفوا يا متابعين إنجازات، هذه أحد الإنجازات الجميلة. وترى نايف ما شاء الله متواضع، أسبوعيا ما لا يقل عن 3 إنجازات لكنه متواضع. أهلا وسهلا بالأستاذ نايف، وكلامك طيب، وأنا أتشرف في كلامك وسعادة العميد، ولنا الشرف في تواجدك وكونك أحد منتسبي هذا الصحيفة وفريق صدى الطويل. أنا أخو عضو، وأنت أقل واحد فيكم. الله يحفظك، يا مرحبا. حياك الله.